الانوثه في هذا الوقت هذا شي حاجه اللي ولات ضروريه، مابقاتش شي حاجه اللي زعما ثانويه. فاختي انتي خاصك تهلاي في راسك. الحمد لله دابا ولا كلشي موجود، ما عندكش عذر ديال انك ما تهلايش في راسك. كنتي سمراء، كنتي بيضاء، كنتي كيف ما كنتي، كلشي كاين. كاين لي برودوي، كاين كلشي، حتى الخدمه البنات. الحمد لله دابا ولات السوشيال ميديا ولا الخدمه موجودين. يعني غير الا بغيتي تبقاي جالسه، الا بغيتي تبقاي جالسه فاشله. فاختي خاصك تفهميني، الحياه تبدلات، الحياه ولات ما كترحمش. فانتي خاصك تعرفي على قلبك وتنوضي تخدمي على راسك اولا. ثاني حاجه تهلاي في راسك، واللي كيهمك غير نفسك. هذه هي الانوثه الحقيقيه. كوكو بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في بودكاست بنات. المهم البنات، اليوم ندوي على هذا الموضوع اللي مهم بزاف، موضوع الانوثه. الانوثه البنات شي حاجه اللي مهمه بزاف. الانوثه في هذا الوقت والله العظيم، انوثه شي حاجه اللي ضروريه. فالبنات الانوثه ماشي غير هي مكياج ومظهر، اكيد اكيد اكيد. انا اولا كندوي على الانوثه بصفه عامه، ولكن اهم الحوايج غندويو عليهم بعدا في الاول هو اكيد اكيد غادي تهلاي في الروح ديالك، اكيد يكون مهارك زوين، اكيد تكوني كتبغي الله وتقربي منه اكيد. ولكن ما بين هادشي كامل، الا كنتي انت انسانه هامله راسك، انسانه ما مهلياش في نفسك، فما عمرك غادي تحسي بالراحه، وما عمرك غادي تفرحي، وما عمرك غيعجبك راسك. فاولا خاصك تصالحي مع ذاتك. نوض نشوف في المرايه، اي حاجه ما عجبانيش في راسي نبدل. اوكي، نبدل. نحاول مثلا ما عجبنيش اللون ديال شعري نبدلو، فهمتي؟ نولي متجدده، نبدل لون شعري، نلبس الوان فاتحه، نفرح، نتهلا في ذاتي ديال بصح، ماشي نتهلا في راسي غير داك التهلل اللي فهمتي غير من الفوق، لا، نتهلا في النظافه ديالي من الفوق حتى لتحت. نحك رجليا، نتهلا في لابو، يكون عندي ما روتين ديال سكين كير، نتهلا في شعري، نتهلا في لبسي، نحاول نتعلم. ما كنتش كنعرف نتعلم بشويه بشويه، حنا كنا كنتعلموا والله البنات. انا مثلا شخصيا شحال من حاجه ما كنت كنعرفها مثلا على البشره، الحمد لله دابا وليت كنفهم بزاف ديال الحوايج. يعني اش غنقول لك، هاد الوقت هادي ما بقاتش كترحم، ولات خاصكي تكوني قويه فيها. الا ما كنتيش قويه راه حتى واحد ما يعقل عليك، حتى واحد ما غيعطيك قيمه، حتى واحد ما غيديها فيك. راه راجلك البنات، الا كنتي ما مهلياش في راسك، وديما شاحبه، ديما ما كتلبسيش مزيان، ديما ما عاطياش قيمه لنفسك، فهمتي؟ ديما ما عندكش طموح، ما باغاش توصلي لشي حاجه، ما كديري والو في حياتك، فراه ما غيعطيكش قيمه، ولادك ما يعطيوكش قيمه، لانك نتيا غتكون النفس ديالك مكسوره. فانتي ملي تكون النفس ديالك مكسوره ما حاجبك والو، داخله في واحد ديبرسيون. يعني هادشي هذا كامل ما صالح بوالو. يعني انني نبقى جالسه في واحد وسط واحد الدوامه ديال انني نبقى نفكر في الحوايج غير السلبيين. لا، ما عنديش الزهر، لا ما عنديش، لا اختي نوضي فيقي بكري، ما تبقيش جالسه ناعسه وخامره ليا حتى 12 الوحده. نوضي فيقي بكري، فكري، سهري الليل كامل اختي وعسطري داك الراس، يكون عندك افكار. نوضي اختي، شوفي راسك شنو ديري غير قناه في يوتيوب بقيت تحطي، ديري غير تيك توك مثلا، بقيت تحطي شي حاجه اللي تكون زوينه وتكون فهمتي، يعني يقدر يولي عندك دخل شهري، فهمتي؟ نوض اختي ونتهلا في راسي، نحاول نزيد القدام، فهمتي؟ لان حتى واحد ما غيرحمك فهاد الحياه. اللي كنتي قويه كلشي غيحترمك، كنتي ما قوياش ما مالياش في راسك واحد الدوامه اختي عايشه فيها اللي لا علاقه، غتبقاي فيها. ما كاينش، انا نقول لك الصراحه، انا كندوي معاك دابا بحال اختك، ما كاينش شي واحد اللي غادي يجي يشدك من يديك وغيجرك يقول لك لا نوضي لبسي، لا نوضي غسلي وجهك، لا نوضي ضحكي، لا نوضي خرجي فوجي. ما كاينش، كاين غير اللي غيزيد عليك. واش فهمتي؟ نهار غتكوني انسانه ناجحه، انسانه طموحه، انسانه كديري شويه الفلوس، الحمد لله ربي كيرزقك، كتكوني زوينه ماليه في راسك، كتلبسي مزيان تبارك الله عليك، كتشقشقي ملكه، كل شيء كتلقايه عاطيك واحد القيمه. علاش؟ لانك انت عطيتيها لنفسك، انت
تعذبتي مع راسك، تهليتي في راسك، تهليتي في وجهك، تهليتي في ملابسك، تهليتي في الروح ديالك، كتخرجي كتفوجي. ما نتسناش انا ما نتسناش من الاخرين شي حاجه، لان حتى واحد ما غيعطيك شي حاجه وحتى واحد ما غيزيدك شي اضافه. انا نكون لنفسي. كيكون عندك راجلك، كيكون عندك ولادك، تكون عندك والديك، ولكن راه حتى واحد ما يبغي لك الخير. اكيد والديك غيبغيو لك الخير، ولكن كندويو على الحياه بصفه عامه. مثلا هانتي مزوجه، راجلك ما يعطيكش قيمه لكن انتي ما عاطياش لنفسك. هانتي عندك صحاباتك ما يعطيوكش قيمه الا شافوك ديما مبهدله، ديما ما مهلياش في راسك، ديما الحاله ما هي حاله، راه حتى واحد ما غيديها فيك. فهمتي؟ نتصالح مع الداخل ديالي ونوض نبدا صفحه جديده، نشد ورقه وستيل ونكتب اي حاجه ما عجبانيش في راسي واي حاجه عجباني في راسي. اي حاجه ما عجبانيش في راسي ندير لها خطه. الحمد لله دابا كلشي ولا موجود، الذكاء الاصطناعي ولا موجود، جوجل كاينه، نكتب نقلب نبحث شنو الحلول. مثلا انا وجهي ما عجبنيش في تصبغات، نقلب شنو الحلول ديال التصبغات، نشوف المواد الفعاله، نشوف الحلول اللي كاينين اللي نقدر نديرهم. فهمتوا؟ مثلا انا نقرا واحد اللغه، مثلا بغيت نمشي مثلا لشي دوله اخرى نبدا حياتي، نقرا واحد اللغه نطور من نفسي، نحاول نقرا كتب، نقرا مواضيع. فهمتوا؟ نلبس مزيان، نحاول انني نتفنن، نتعلم انني نقاد المظهر ديالي بوحدي، نعرف شنو اللي كيجي معايا وشنو اللي ما كيجيش معايا. فهذا الشيء مهم. والله يكذب عليك الكذاب يقول لك لا اختي غير الروح ديالك تكون زوينه، غير هادي غير نفاق في نفاق. الروح ديالك شي حاجه اللي مزيانه، شي حاجه اللي خاصها تكون نقيه، وشي حاجه اللي خاصها تكون طيبه وكتبغي الخير للاخر. ولكن راه ما كنتيش ماليه في الفيزيك ديالك راه ما كاين والو. راه والله انت كتدخلي غير شي اجونس، شي سوسيتي ولا شي حاجه، كيعاملوك الا كنتي لابسه مزيان. هذه وقعات لي انا، الا كنتي لابسه مزيان والمظهر ديالك كيبان زوين وداك الشيء، كيعاملوك بواحد الطريقه زوينه وكيحترموك. ولكن الا كنتي ما عاطياش قيمه لنفسك وكيشوفوك فهمتي، كيشوفوك لا علاقه، كتدخلي والله ما كيديوها فيك، واخا يكون ما عرفت شنو في راس مالك، اقسم بالله. فالبنات الانوثه شي حاجه مهمه، لا في العلاقه الزوجيه لا في كل شيء. في العلاقه الزوجيه الرسول عليه الصلاه والسلام قال تسره عند النظر اليه، يعني واجب عليك انك تسرين داك الزوج باش منين يشوف فيك تعجبيه. فهمتي؟ تسرينه عند النظر اليه. فهمتي؟ يعني اولا اختي انا ما نديرش على قبل الزوج ديالي ولا قبل شي واحد، انا ندير على قبل راسي باش انا نكون قويه، باش انا نشوف راسي في المرايه ونصلي على النبي، باش انا يعجبني راسي، باش انا نزيد لقدام، باش انا يكون عندي اهداف، باش انا يكون نهاري عامر. راه الملال ملي كتكوني اختي غير جالسه وما عندك ما يدار، لا، يكون عندي روتين، الوقت دوش وقت فهمتوا، وقت سكين كير، وقت سكين كير ضروري. اختي نوض الصباح نغسل وجهي بجي نيطويون ديالي، ندير كريم ادغاطون، ندير اكرام. فهمتي؟ يكون عندي واحد التنظيم في حياتي. هادشي هذا كيخلي حياتك زوينه، كيخليك تزيدي لقدام، يكون عندي افكار. نحاول اختي نفكر نبدا مشروع، شي حاجه اللي بسيطه. غير سمحوا لي راه ولدي كيغوت انا مبغاش نحبس الفيديو. بقى فيا راسي شحال هضرت في الاخر ولدي كيغوت. البنات غنخلي لكم الفيديو بحال هكا. المهم البنات فهمتوا، انا كنصحكم بحال خاتكم، بحال صاحبتك، وان شاء الله غيكونوا مواضيع زوينين في هذه القناه. والله العظيم جاي شي حاجه اللي زوينه بزاف، مواضيع اللي فريمون زوينه. كنتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه من هذا الفيديو، وكنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش البنات الدعم، لان القناه مازال جديده، ما تنساوش الدعم ديالكم. المهم تهلاو في راسكم وشوفوا كونوا قويات ونوضوا، تهلاو لي اختي في راسكم، ما تبقاوش جالسين هاملين راسكم. فهمتي؟ خرجوا من ديك القوقعه وضحك يا اختي ونشطي، لان الحزن ما عندك ما ديري به. فهمتي؟ نكون لاله ومولاتي ونوض نتوقد، نتهلا في راسي، ما نخليش انا شي حد يدوز عليا. فهمتي؟ نوض موجود الحمد لله، الصالونات موجود، كل شيء نوض اختي وندير، نتهلا في راسي، نمشي ندير الضفار، ندير الشفار، ندير مكياج خفيف، نلبس مزيان، نلبس شي حاجه كتطلع القلب. فهمتي؟ يشوفني الواحد يقول ما شاء الله
فهمتي ولا ما فهمتيش؟ وكل شيء ولا موجود، بحثوا البنات وقلبوا اي حاجه، الحمد لله وصفات موجودين، لاكريم موجودين، اي حاجه موجوده. يعني ما بقاش شي حاجه اللي زعما ما عندهاش حل، كلشي عنده حلول. ما تنسوش البنات تخليو لي تساؤلاتكم في لي كومونتير. انا فهمتي عندي بزاف ديال زعما في داكشي ديال لي برودوي داكشي، يعني كنفهم في هادشي. الا احتاجيتو شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير وان شاء الله نجاوبكم عليها. يلا البنات بيزون، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.